واحنا بنغسلها مره واحده قامت وقعدت تصوت في وشنا وتقول لنا انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا عايزين تدفنوني بالحياه؟ انا لسه عايشه، لسه ما متش. ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وصاحبه القصه بتقول انا كنت عايشه في عماره لسه كانت مبنيه جديد، وجت فوقيه واحده عروسه ما بقالهاش شهرين وعاشت في الشقه اللي فوقيه. كانت الكهرباء على طول بتقطع، وهي في مره جت خبطت عليا وقالت لي الكهرباء قطعت وانا ما عنديش حاجه اشغلها ولا عندي شمع، ويا دوبك بطاريه التليفون ممكن تقطع في اي وقت والكشاف بتاع الموبايل يقفل. هنا قلت لها طيب خلاص ممكن تيجي تدخلي تقعدي معايا شويه لحد ما النور يجي، لقيتني والله ما عنديش حاجه، وحتى الكشافات اللي شغاله يا دوبك كشافات الموبايل بتاعه الاولاد وبتاعتي، فتعالي ندخل نقعد شويه مع بعض لحد ما النور يجي. وفعلا دخلت عندي وقعدنا مع بعض. واول ما قعدنا مع بعض طبعا قعدت اتكلم معاها علشان اتعرف عليها، وهنا قالت لي ان اسمها كذا وساكنه في الحته الفلانيه. ولما جيت سالتها عن شغلها قلت لها هو انت شغاله ايه؟ قالت لي لا انا مش شغاله، انا ما بشتغلش، انا كنت دايما بطلع مع ماما، وماما كانت بتغسل في الموتى وانا بطلع اساعدها في الموضوع، وده من غير اي مقابل. اول ما سمعتها بتقول لي كده قلت لها طيب والله كويس، ده حاجه كده لوجه الله، وطبعا ربنا هيجازيك عليها خير. عايزه اعرف بقى يعني ممكن يكون حصلت اي حاجه او اي حاجه غريبه وانت بتغسلي مع مامتك؟ ردت عليا وقالت لي لا صراحه ما كانش بيحصل معايا انا حاجه شخصيه، بس حصل قدامي مع ماما موقف لن انساه لحد دلوقتي. فقلت لها طب قولي، ادينا بنتسلى لحد ما النور يجي. قعدت تحكي معايا وبتقول لي احنا كنا عايشين في شارع كلنا عارفين بعض، وكان في واحدة طيبة جدا في الشارع ده، وكان ابنها الوحيد. ابنها كان روحه فيها وهي كانت روحها في ابنها. فاول ما كبر قالت له خلاص انت هتتجوز معايا في شقة واحدة ومش هتبعد عني خالص. وفعلا ابنها اتجوز وخلف وعياله كبروا، والدنيا كانت ماشية زي الفل ما بينهم وما بين بعض. بس كنا عارفين ان مرات ابنها ما كانتش بتحبها، مش عارفين ايه الداخليات، بس هي كانت على طول بتشتكي منها وما كانتش حباها او مش حابه انها تقعد معاها. وعدت السنين والست دي جت ماتت، وهنا ابنها طبعا جه وهو منهار علشان يقول لنا الخبر، وقال لنا ان هو عايز يغسلها. ماما راحت طبعا عندها وقعدت كتبت الطلبات، لستة الطلبات بتاعتها علشان تقول له احنا عايزين 1 2 علشان خاطر نكمل بقية الغسل. وفعلا ابنها اول ما بص في الطلبات قال لها انا عايز احسن حاجه لامي، انا عايز كفن مش اي كفن، عايز كفن يليق بيها، امي ست كريمه وكرمتني في الدنيا. وفعلا ماما ساعتها قالت له في كفن حرير ممكن تجيبه ونكفن بيه والدتك. وهنا راح ابنها فعلا علشان يجيب الكفن وجاب كفن حرير. مراته اول ما شافت الكفن فضلت تزعق وتقول له انت ازاي يعني، ليه تكلف نفسك، ما هي كده كده ميته، كفن بقى حرير كفن عادي، هو الحكايه ناقصه موت وخراب ديار، يعني ازاي تصرف الفلوس دي كلها في كفن؟ وقعدت تزعق. طبعا ماما ساعتها سمعتها وهي بتتكلم وخدت منها موقف، وبعد كده جاب الكفن علشان يديه لماما وتخش تغسل امه، ولقت مرات ابنها عايزه تدخل تقف على الغسل بتاعها. ساعتها ماما رفضت وقالت لها لا انت مش هتدخلي معانا ولا هتغسلي ولا هتقفي حتى على غسلها. قالت لها ليه؟ قالت لها احنا كلنا عارفين ان انت اصلا كنت بتكرهيها، وكمان انا سامعاكي دلوقتي وانت معترضه على الكفن اللي ابنها عايز يجيبه لها، وعملتي مشكله وانا عمري ما هدخلك عليها. عملت مشكله كبيره وصوتهم عالي، وطبعا ابنها جه وعرف القصه، وماما صممت انها مش هتدخل ولا هتغسل. وهنا جت بنت الست اللي هي حفيده الست اللي جوه وقالت لها خلاص يا ماما انا هدخل بدالك وهقف، وعايزين نخلص الموضوع علشان اكرام الميت دفن. وفعلا بنتها دخلت جوه علشان تقف على غسل جدتها. وهنا واحنا قاعدين نغسل في جدتها وخلاص بدأنا نخلص وبنشطب كل حاجة وهنبدأ نقفل الكفن، فجأة لقينا جدتها صحيت وقعدت تصرخ في وشنا ومسكت فينا وبتقول لنا انتوا بتعملوا ايه؟ انا لسه حية، انتوا عايزين تدفنوني بالحياة؟ طبعا كلنا اتفاجئنا من المنظر وكلنا كنا في حالة ذهول، في منا ناس جريت وفي منا ناس قعدت تصرخ، وماما قعدت تقرا قرآن. وطبعا البنت اللي اول ما شافت جدتها كده اغمى عليها في ساعتها. جه طبعا ابنها
على طول على صوتنا، وشاف امه لما صحيت وقعدت تقول لهم انا لسه حيه، وكان مبسوط اول ما شاف امه لسه حيه، وجري على الدكتور علشان يجيبه علشان يشوف ايه اللي حصل بالظبط. طبعا وهو بيجيب الدكتور قال له هي مامتك كان عندها السكر؟ قال له هي كانت عندها السكر. قال له طيب ده هو ما ينفعش اصلا اي مريض سكر وجاله غيبوبه سكر لازم نستنى عليه من 6 ل 8 ساعات علشان نتاكد ان هو مات. واضح انها كان جاي لها غيبوبه، بس الغيبوبه طولت شويه وانتوا افتكرتوها ماتت، والدكتور برضو احيانا بتعدي عليه حاجه زي كده، وكده انتوا افتكرتوا انها ماتت وبداتوا تعملوا مراسم الدفن. طبعا ابنها اول ما عرف منه كده بيبص لقى الناس قاعده بتفوق في بنته، فهنا بيقول له طب بنتي مش راضيه تفوق، بنتي اغمى عليها وعايزين نفوقها. جه الدكتور علشان يفوق البنت ما فاقتش، حاول معاها كتير برضو ما فاقتش، وفي الاخر وهو بيكشف عليها اكتشف انها ماتت. اول ما قال لابوها الخبر ابوها ما صدقش. امها جالها حاله هستيريا وقعدت تقول له ازاي انت بتتكلم؟ ازاي اللي كانت ميته هي اللي قدامك دي؟ بنتي كانت واقفه على غسلها وكانت زي الفل معانا بره، انت بتقول ايه؟ انت كذاب. وقعدت تصرخ في وشه، وساعتها كل اللي كان موجودين كان جايلهم ذهول. جري ابوها اتصل على دكتور تاني علشان ياكد له الخبر. جه الدكتور للاسف وبعد ما كشف عليها قال له للاسف بنتك ماتت بسبب سكته قلبيه حاده اول ما شافت المنظر بتاع جدتها. طبعا كل الناس اللي كانت موجوده جالهم حاله ذهول، وامها جات لها هستيريا وقعدت تصوت وقعدت تعيط، وامي ساعتها قعدت مكانها وقعدت تقول سبحان الله. يعني هي كانت رافضه انها تجيب كفن لامه، واعترضت ان هو كفن حرير، وقالت له ازاي تكلف نفسك. وللاسف هي ما كانتش عارفه ان الكفن اللي ابنها كان بيدور عليه ده هو كفن بنتها، وبنتها هي اللي هتتكفن بيه. فكانت دي من اغرب القصص اللي اتبعتت لي، وصراحه انا اتاثرت منها جدا، وانا قلت لازم تشاركوني القصه دي. انا طبعا وانا بقراها قسما بالله حسيت ان انا جسمي كله كان بيقشعر، لان الموقف ده موقف يعلمنا ان الحياه ملهاش اي قيمه في ثانيه. يعني انت معترضه ان حماتك تتكفن واستخسرتي ان ابنها يجيب لها احسن حاجه لانها كرمته في الدنيا واعترضتي، وسبحانك يا رب انت مش عارفه انت بتعترضي على الكفن وفي الاخر اللي اتكفنت بيه هو بنتك. فانا القصه دي ممكن اقول لكم انا خدت منها حاجه او عبره وعظه. حب لنفسك ما تحب لغيرك. يعني انت دلوقتي ابنها في عز بلوته وفي عز قهرته على امه جايه بتحاسبيه، انت هتجيب لها ايه او هتكفنها بايه؟ مع ان اضعف الايمان انت تقول الله يرحمها وحاول ان انت تكرمها زي ما كرمتك في الدنيا، بس للاسف انت بصيتي على حاجه معينه او على كرهك ليها في الدنيا وما رحمتهاش في الاخر. بس سبحانك يا رب، شفت الكفن كان جاي لمين وفي الاخر مين اتكفن بيه. ومفيش داعي للصراعات، ومفيش داعي ان احنا نقول ان انا كارهه فلانه او كارهه علان، حتى لو كان في بيننا وبين بعض ضغينه فهي خلاص بين ايادي ربنا، والمفروض ان احنا نطلب الرحمه لبعض. ودي كانت القصه، ودي كانت اجمل قصه انا سمعتها وقلت اشارككم معايا فيها. ويا ريت اللي يسمعها يشترك معايا بلايك وشير ويقول لي كومنت حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.